بالميزان اهو هنوزن اللحمة عشان تصدقوا الكمية الصغيرة دي اهي عملت كمية رهيبة من السندوتشات. بجد الفيديو ده روعة، هتستفادي منه والله. هتجيبي الخضار اللي عندك وهتغسليه وهتقطعي كل الخضار اللي عندك. انا جبت البتنجان اهو والفلفل والجزر غسلته وقطعته مكعبات، والكوسة كمان اهيت. وهنجيب كمان الخضرة اللي موجودة عندك، أي حاجة شبت بقدونس كزبرة كل ده حلو. وهجيب برضو البصل نفس الحكاية وهقطعه، والبطاطس برضو وهقطعها. أي خضار عندك هاتيه وقطعيه مكعبات، وبعد كده افرميه في الكبة. ايه اللي بيدي اللون بقى ومفيد جدا؟ اللي هو البنجر. هنجيب البنجر ونقشره وبرضه هنفرمه برضه في الكبة. فرمنا كل الخضار في الكبة حلو جدا. قلبيه وادمجيه مع بعضه وخليه كله قطعة واحدة. وبعد كده هنجيب اللحمة برضو وهنقلبها فيه. وأهم بهار عندنا بهار الحواوشي، اللي هيخلي لك ريحة اللحمة كلها وريحة السندوتش الحواوشي كله حواوشي. تمام. وهتحطي الفلفل والكمون والملح، ولو حبيتي شطة حطي، هيبقى جميل جدا لو في شطة برضو بدي طعم حلو قوي. وهتقلبي كل حاجة مع بعضها. شوفي ما شاء الله الكمية وصلت لفين. ما شاء الله. انا بقى فصلته اهو. نجيب العيش العادي خالص، انا مش هكلفك. الحاجه الموجوده عندك اعمليها وحطيها في الساندوتش. العيش البلدي العادي بتاعنا. وهنحط كده نفرد كل المكونات اللي احنا عملناها في بعضها عجناها في بعضها، وهنحطها كلها. ولو تحبي تحطي معلقتين زيت او 3 وانت بتقلبي في العجينه برضو جميل جدا، هيدي طعم حلو. او لو عايزه بقى حاجه كده حرشه وحلوه قوي، حطي كمان دهون وفرميها في الكبه مع الخضار. هتخليه ريحته 10/10 وطعمه جميل جدا. حطيت زيت بسيط جدا في الطاسه، وقلبت العيش فوق وتحت لما اديته لون، وحسيت كمان اللي استوى فتحته كمان لقيته استوى من جوه. خلاص على كده يبقى كده تمام. كده السندوتش استوى. اعملي كل الكمية بالمنظر ده او اعمليها في الفرن. انا كنت مستعجلة فعملتها في النار كده على البوتاجاز بسرعة واحد بواحد. بصراحة النتيجة روعة. انا ما كنتش متصدقة النتيجة، ان طعم اللحمة هيبان في السندوتش كله كده وهيبقى طعمه جميل كده. اول مرة اكل حواوشي وما احسش ان انا باكل حواوشي لا حامي على المعدة ولا اي حاجة، ومفيد جدا وطعمه روعة. بجد هتجربوه وتدعولي. وشكرا ليكم على كل التعليقات والإعجابات.